The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. من يوم اختيار قطر انها تكون مستضيفة كاس العالم 2022 والناس دي شغالة بايديها واسنانها لمدة 12 سنة تجهيزا للحدث الاكبر كاس العالم. Thank you for believing in change. Thank you for believing in expanding the game. Thank you for giving Qatar a chance. And we will not let you down. You will be proud of us. You will be proud of the Middle East. And I promise you this. وبتخصيص ميزانية مفتوحة عشان تستضيف العالم كله في دولة عربية. وفرحة اختيار قطر انها تستضيف كاس العالم ما كانتش في قطر بس، كانت في الدول العربية كلها، لان ده كاس عالم استثنائي. وعشان نعرف ليه ده كاس عالم استثنائي ركزوا معايا. كاس العالم هو اكتر بطولات كرة القدم شهرة، والبطولة الوحيدة اللي بتتعمل كل 4 سنين، واللي اتعمل منها قبل كده 21 نسخة وتتوج بيها 8 دول مختلفة، واللي ياخدنا لكاس العالم قطر 2022. وكاس العالم ده على عكس اي كاس عالم تاني، لان في حاجات اتعملت لاول مره وحاجات تانية لاخر مره. انتوا عارفين طبعا انا بتكلم على ايه. كاس العالم اتعمل قبل كده في 17 دوله مختلفه، ولكن اول مره من النسخه ال 22 منه يتعمل في الشرق الاوسط. وبسبب كده كمان كاس العالم يتعمل في نهايه السنه بدل من شهر يونيو لتجنب الصيف العربي، واللي يخليه برضو اول كاس عالم يتعمل في الشتاء. وتعتبر قطر اصغر دوله مضيفه لكاس العالم، وهي برضو الدولة الأولى اللي تدخل ب8 ملاعب بس، ومنها 7 ملاعب حديثة الإنشاء وعلى أحدث طراز. وما ننساش برضو الاستاد الدولي اللي كان موجود أصلا واللي اتجدد لضمان بنيته التحتية إنها تناسب المستوى العالمي. وال8 ملاعب دول هو اللي هيتلعب عليهم ال 64 ماتش من بداية لنهاية كاس العالم. قطر أكتر دولة دفعت لكاس العالم في التاريخ أكتر من 220 مليار دولار عشان يبنوا تقريبا دولة من جديد وعشان يستفيد بيها كل الأجيال الجديدة. عدد سكان قطر ما يتعداش ال 3 مليون نسمة، وقطر بنت الملاعب دي عشان تستضيف كاس العالم بلاعيبته مدربينه ومشجعينه، فمش منطقي إن هم يحتاجوا نفس الملاعب دي بعد ما البطولة تنتهي. فبعد انتهاء البطولة هيتم فك حوالي 170 ألف مقعد من مقاعد الجماهير، وهيتم منحها للدول النامية كمساعدة من قطر انها تقوي البنية التحتية الرياضية للدول دي. وبيقول لك كمان ان من عدد الاستادات والمقاعد اللي هتتفك دي هيتبني منها اكتر من 22 ملعب في الدول النامية. وغير كده كمان قطر قالت لك يا عم على موضوع اعادة تشكيل الملاعب دي عليا انا، ما تشيلش همها. وبعد اعادة تشكيل الملاعب دي هيكون سعة الملعب الواحد فيهم هتتراوح ما بين 20 ل 25 الف متفرج. وعشان ندي قطر حقها في التصاميم الرهيبة اللي عملوها في الاستادات دي لازم نتكلم عن كل استاد فيهم لوحده. اول استاد معانا وهو استاد البيت، وده في مدينة الخور وبيتسع ل 60 ألف متفرج. وتصميم الاستاد ده كان مستوحي من شكل الخيمة، والاسم بتاعه مستوحي من بيت الشعر، والخيمة اللي كان بيسكن فيها أهل البادية في قطر ومنطقة الخليج على مر التاريخ. والاستاد بيوحي بماضي قطر ومحاكاتها للحاضر، مع العلم ان كل الاستادات دي صديقه للبيئه. وبعد كاس العالم هينزل عدد المقاعد اللي فيه من 60,000 ل 32,000. واستاد رقم 2 وهو استاد احمد بن علي، والسعه بتاعته 40,000 متفرج وموجود في مدينه ام الافاعي. وده هيتم تخفيض عدد المقاعد اللي فيه من 40,000 ل 20,000 مقعد بعد البطوله. واستاد رقم 3 وهو استاد الجنوب، وده موجود في مدينه الوكره الجنوبيه، والسعه بتاعته 40,000 مقعد. وتصميم الاستاد ده مستوحي من أشرعة المراكب التقليدية في قطر، وإشارة بيه طبعا لتاريخ مدينة الوكرة بأنها كانت مركز الصيد والبحث عن اللآلئ. وبعد انتهاء بطولة كاس العالم هيتم تقليل سعة الملعب من 40,000 متفرج ل 20,000 بس. ومعانا دلوقتي رقم 4 وهو استاد خليفة الدولي، واللي موجود في مدينة الدوحة، والسعة بتاعته برضو 40,000 متفرج. ويعتبر الملعب ده محور منطقة سباير، ومجمع رياضي بيضم أكاديمية سباير ومجمع حمد للألعاب المائية ومستشفى الطب الرياضي وعدد تاني من المرافق الرياضية، ويعتبر حلقة الوصل ما بين أماكن كتير قوي. ومعانا استاد رقم 5 وهو استاد المدينة التعليمية، واللي موجود في مدينة الريان، والسعة بتاعته برضه 40,000 متفرج. والاستاد ده موجود في وسط عدد من الجامعات ذات المستوى العالمي في قطر، وهو على شكل ماسة مسننة. والفكرة ان لما الشمس تعدي عليه من جهات مختلفة بتغير في شكل الاشعاع اللي طالع منه وانعكاسات الشمس. والاستاد ده هيفضل فيه بعد كاس العالم حوالي نص المقاعد بس، لان اللي هيلعب عليه بعد كده هتكون فرق الجامعات اللي حواليه. ومع رقم 6 وهو استاد الثمانو، واللي موجود في مدينة الدوحة، والسعة بتاعته برضو 40,000 متفرج. وده يعتبر أيقونة معمارية، لأن الفكرة بتاعته مستوحاة من القحفة أو الطاقية اللي بتتلبس تحت العقال أو الغطرة. اتلخبطت أكتر صح؟
الطاقية دي اصلا انا اسف لو بقول اسم حاجه فيهم غلط، بس حقيقه انا مش عارف انطقهم. الفكره هنا ان قطر مركزه ان هي تجيب حاجه من التاريخ والتراث العربي وتوريه للعالم كله، مع ان الفكره تحسها بسيطه بس هي فعلا كرييتيف جدا. شابو شابو. وبعد كاس العالم الاستاد ده هيتسلم لناديين موجودين في قطر، وتقريبا هم نادي الريان والسد تقريبا يعني، واللي برضو كانوا لعبوا عليه اول مباراه افتتاحيه للملعب ده. وده هيتم تخفيض عدد الكراسي اللي فيه من 40,000 كرسي ل 20,000، ومع استاد رقم 7 وهو استاد 947. ذاتس ماي فيفورت يا جدعان. والاستاد ده موجود في مدينه الدوحه، والسعه بتاعته 40,000 متفرج. واستاد 947 مشروع رائد ويعتبر الأول في عالم بناء الملاعب الرياضية، لأن الملعب ده اتبنى من حاويات الشحن أو الكونتينرات يعني. وبعد كأس العالم الاستاد ده هيتفكك بالكامل وهيتم إعادة استخدام كل المواد البنائية اللي اتبنى بيها. واسم 947 ده جاي من رمز الاتصال الدولي في قطر. ومش كده وبس، ده هو نفسه عدد الحاويات اللي اتبنى بيها الاستاد. كرييتيف. استاد رقم 8 وهو استاد لوسيل، واللي موجود في مدينة الدوحة، وده السعة الجماهيرية بتاعته 80,000 متفرج، وده يعتبر أهم الملاعب فيهم، لأن هو ده الاستاد اللي هيستضيف حفل الختام ونهائي كأس العالم. وهيتحول ملعب لوسيل بعد البطولة لمركز مجتمعي بيضم مدارس، متاجر، مقاهي، منشآت رياضية، عيادات صحية. عارف هنا الفكرة في إيه؟ إن قطر ملتزمة بفكرة التنمية المستدامة، مش بس إحنا عملنا خطوة زي كأس العالم دي هنقف عندها ونتفرج، لا، بيفكروا في كل حاجة ازاي نقدر نستفيد بيها بالشكل الصحيح في المستقبل. وطبعا حق قطر ان احنا نعترف بالمجهودات الفظيعة اللي هم عملوها دي لمدة 12 سنة زي ما قلت، وصرفوا اكتر من 220 مليار دولار في مشروع كاس العالم ده بس، وفعلا عاملين حاجة على اعلى مستوى لان ده كاس عالم استثنائي. وغير كده عن كاس العالم، طبعا كلنا عارفين ان مصر ما شاركتش في كاس العالم 2022، بس في الحقيقة مصر مشاركة في كاس العالم. هتقول لي الله ازاي؟ موضوع بسيط جدا، كرة كأس العالم. كرة كأس العالم مصنوعة في مصر. بس برضه كان نفسي اشارك في البطولة. بص، المهم باكستان محتكرة صناعة الكور في العالم كله بنسبة 70%. تقوم مصر ايه؟ متصلة بشركة فيرورد الباكستانية، وشركة فيرورد الباكستانية دي يعتبر هي اللي مستحوذة على صناعة او خط انتاج اديداس اساسا بنسبة 80%. فتقنعهم ان احنا نعمل فرع هنا في مصر ونقدر نجيب الأجهزة المتقدمة عشان نصنع في مصر. ومصر مشاركة في المونديال ده ب 1500 كورة. طبعا هتقول لي ايه الجديد في كرة كأس العالم؟ كرة كأس العالم 2022 فيها شريحة أو سنسور بيقدر يتتبع الكورة ويطلع الأوفسايد والضربات الجزاء ويساعد الفار كمان. ده غير طبعا ان في 12 كاميرا موجوده في الملعب بتغطي الملعب من كل الجهات عشان تقدر تساعد الفار انه يقدم مستوى احسن في التحكيم. انت تقول لي واحده بس، احنا ليه محتاجين كل التكنولوجيا دي؟ طب ما كفايه الفار. السبب كله يرجع لمارادونا. مارادونا لما دخل الجون بايده في كاس العالم قبل كده، طبعا دي كانت لمسه يد والارجنتين كسبت ساعتها بسبب الجون ده. وطبعا بما اننا اتكلمنا عن انجازات كتير قوي اللي عملوها ويعتبر شملنا كاس العالم كله، خلينا ما ننساش ان ده اخر كاس عالم للعيبه كتير قوي. بس يا سيدي، دي كانت كل حاجه عندي الفيديو النهارده. اتمنى تكونوا استمتعت بالفيديو،
وتاكد ان انت تكون عامل لايك وسبسكرايب للقناه. ولو عايز تابعني على الانستجرام، لان يعتبر كل كواليس الفيديوهات دي بتابعكم بيها هناك، او اي تغييرات موجوده ببعتها لكم برده هناك. يعني that's our connection، بنتكلم هناك، فاهم؟ ما تنساش تشوف حلقات قديمه لو ما شفتهاش، لف لفه في القناه لو حابب. لو عجبك المحتوى يا ريت برده تعمل سبسكرايب زي ما قلت. انا بشوي مار، واشوفكم في فيديوهات تانية. سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go.